بية عبد اللطيف بابا أحمد، لكن هل بإمكانه نيل الشهادة الذي حرم منها الراسبون المتهمون بالغش في امتحان شهادة البكالوريا؟ أم أن الهتافات التي تعالت بها حناجر المقصيين ستجعله يخسر الرهان ويتقلد رتبة الإخفاق التي تلبست الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد على مدار 17 سنة؟ حنا طلعنا 9 تلاميذ واثنين أولياء تلاميذ، هضرنا مع المسؤولين ديال الوزارة، ناقشنا معاه هكذا، قلنا له الحلول تاعنا، قالوا لنا روحوا ديروا إعادة النظر فردي. وشنو إعادة النظر؟ وريت له أنا ورقة داروا لنا طعن في الأكاديمي مكتوبة باليد، مكتوبة باليد ما فيهاش كاشي من الأكاديمي، أنا جامي شتا. قلت له، قال لي ما نعطيلكش ورقة، قال لي ما نعطيلكش ورقة، قال لي روحوا ديروا كل واحد يدير إعادة النظر في المسيت تاعهم. هما حيدوا فاكونس، انا وين ندير اعاده النظر؟ انا في عمري 19 يحوزوني انايا، كاع محاوزين لهنا. المقصيون حملوا الأساتذة القائمين على الحراسة مسؤولية جرهم للغش، وطلبوا الوزارة بإعادة النظر في قرارها. حنا الماده اللي جوزناها فلسفه، حنايا اصلا كي صرا هذاك المشكل قالوا لنا اللي كانوا يعسونا، قالوا لنا باللي كوبي وحنا علينا الباقي، حنا جينا نمدوا الوراقي فارغين، قالوا لنا لا كنت تمدوا الوراقي فارغين نديروا لكم كاع زيروات، قالوا لنا اوبليجي لازم تعمروهم، ومن بعد تيك مور ظهرنا يقولوا لنا حاله غش. مطلوب دبر راسهم، لازم يلقاو لنا حل، ينحوا فلوس سينو يعاودوا في سبتمبر. قرار الإقصاء الذي نزل كالصاعقة على مسامع الأولياء دفعهم إلى طرق كل الأبواب علهم يجدون من ينصف أولادهم. أولادنا تعبوا وسهروا وسهرنا معاهم وحفظنا معاهم وتعبنا معاهم وحفظوا، ماشي كامل غشوا، راحوا المحرم راح في المجرم. دينا قرار باش نديروا تنسيقيه وطنيه لاولياء تاع لي كونديدا لوكاليوباك. القوة التي وجهت بها مظاهرة المترشحين المقصيين من شهادة البكالوريا من شأنها أن تزيد من حدة التوتر القائم ما لم يخرج الوزير بقرار قد يخمد انتفاضة ضحايا عبارة حالة غش.